لو اهلك دايما بيرفضوا انك تطلعي رحلات لوحدك ففرجيهم على الفيديو ده. اكتر حاجة بتخوف اي بنت واهلها انها تطلع اي رحلة هي مستوى الامان في الرحلات دي. بس دلوقتي انا هقولك على اكتر رحلة امان ممكن تعمليها في حياتك. رحلة الشباب والرياضة، وتحديدا قطار الشباب للأقصر وأسوان. الرحلة دي الوحيدة اللي ممكن أقولك بمنتهى الثقة إنها أأمن رحلة ممكن تطلعيها في حياتك. طب ليه؟ لأن الرحلة دي ببساطة مش من تنظيم شركة، دي من تنظيم وزارة كاملة، يعني كل حاجة محسوبة ومتسيطر عليها. يعني مثلا عندك أول حاجة في القطر، العربيات بتاعت البنات لوحدهم، مفيش ولا ولد بيطلع فيها، عربيات قطر خاصة بالبنات فقط طول الرحلة. نيجي بقى بعد كده للإقامة، فالبنات بتقعد أول 3 أيام في الأقصر والولاد في أسوان، وبعد كده بيبدلوا مع بعض، البنات بتروح أسوان والولاد بترجع الأقصر، يعني مفيش أي مجال أصلا للشقط. غير كده كمان معاكي مشرفين ومسؤولين عن كل حركة وكل زيارة في الرحلة دي، مسؤولين عن سلامتك وراحتك، ومهمتهم انك ترجعي لأهلك مبسوطة ومطمنة. وبصراحة الأسباب دي لوحدها كافية جدا انها تقنع بابا وماما ان الرحلة دي امان 100%. طب حلو قوي كده، حلينا مشكلة الامان. باقي بقى المشكلة الأكبر، هتطلعي ازاي لوحدك، وهل هتبقي مبسوطة ولا لا؟ كلنا تقريبا عندنا نفس نوع الأصحاب الشجر اللي ما بيطلعوش في حتة، أو على الأقل مش من أولوياتهم طلوع رحلة. وهنا هقولك نصيحة من الآخر، ما توقفيش سعادتك على حد. العمر بيجري، والفرصة المتاحة النهاردة ممكن ما تكونش موجودة بكرة. وخرافة لما تتجوزي جوزك هيفسحك دي جملة شهيرة اخترعها الأهالي عشان البنت تنزل من على ودانهم، لكن في الحقيقة، ولا أقولك مش هقولك الحقيقة، بكرة تتجوزي وتعرفيها بنفسك. اسمعي مني واطلعي لوحدك، مش هيحصل لك اي حاجه، بالعكس كنت مستحيل اتخيل اسافر لوحدي، وكل شويه رحله تبوظ عشان ظروف صحابي، لحد ما في يوم قلت خلاص بقى كفايه كده، وقررت ان انا اطلع لوحدي. واكتشفت ان انا كنت حابس نفسي في دايره صغيره جدا، مع ان في دايره كبيره بره اجمل مليون مره. ومش ببالغ لو قلت ان اجمل رحلات في حياتي هي اللي طلعتها لوحدي. كنت فيها مجبر على ان اتعرف على ناس جديده وثقافات مختلفه، واسمع قصص جديده وحكايات جديده. الموضوع ده ساب اثر كبير جدا فيا، وفتح عيني على حاجات كتير ما كنتش شايفها. السفر بيكون بالقطر وحوالي 12 ساعة تقريبا، يعني أبسط حاجة هتتعرفي على اللي جنبك في القطر، وفجأة هتلاقي دايرة الأصحاب عمالة تكبر واحدة في واحدة، لحد ما هتلاقي نفسك عرفتي كل اللي معاكي في العربية حتى لو مش اجتماعية. لأن الرحلة بيبقى ليها طابع خاص مختلف شوية، بس أهم حاجة تبقي فرفوشة مش نكدية، وسيبي نفسك، هتلاقي بعد الرحلة راجعة ب100 صديقة جداد. خلاصة الكلام، اطلعي لوحدك وهتتبسطي، وممكن الرحلة دي كمان تكون سبب في تغيير حياتك. هي تجربة، لو عملتيها مش هتخسري حاجة، لكن لو ما عملتهاش فبالتأكيد هتخسري رحلة عظيمة. ولو خلاص أخدتي القرار تطلعي الرحلة دي، سيبي كومنت بكلمة الرابط أو اللينك، هيوصلك تفاصيل الرحلة دي ورابط التقديم. ولو قافلة الرسايل ابعتي رسالة بكلمة الرحلة أو الرابط، هيوصلك برضه. وأنا نويرة، دايما بحب أكتشف وأشارك اللي بشوفه، لأن كل فيديو بالنسبة لي هو حكاية جديدة من مكان يستاهل إنك تعرفه. فتابعني علشان نعيش المغامرة سوا.